3 أمور حاسمة تنقذ كهربا من الرحيل عن الأهلي. كواليس مثيرة. يستمر غياب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول الكروي لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد غلق القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على أثر أزمته الأخيرة بالإمارات لاعتراضه على عدم مشاركته في مباراة سيراميكا بكأس السوبر المصري. وكان محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي قد أصدر قرارا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مليون جنيه وترحيله إلى القاهرة بعد مباراة الزمالك في نهائي الكأس والتي انتهت بالتتويج المارد الأحمر بالبطولة. علم موقع سيفن كورة من مصادر مطلعة داخل الأهلي أن هناك 3 أسباب وراء تراجع النادي الأهلي عن بيع محمود عبد المنعم كهربا في الصيف. أولها قرار الإدارة بعدم ضم صفقات جديدة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وعدم قناعة كولر بأسماء المهاجمين التي تم ترشيحها خلال الفترة الماضية. ويأتي السبب الثاني هو اعتذار اللاعب عما يبادر منه عقب مباراة سيراميكا في نصف النهائي السوبر وطلب العفو من محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. ويتمثل السبب الثالث في قرار الجهاز الفني باستمرار كهربا والاكتفاء بتوقيع عقوبة الغرامة والترحيل من بعثة الأهلي بأبو ظبي. ويرغب الجهاز الفني من الاستفادة من قدرات اللاعب في الفترة المقبلة، خصوصا أنه البديل للمهاجم الأساسي وسام أبو علي. ومن المقرر أن يتم تحديد مصير كهربا من خلال مشاركته في تدريبات الأهلي مجددا استعدادا لمواجهة العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل في بطولة انتر كونتيننتال، وذلك بانتظار الجلسة التي سيعقدها محمد رمضان مع مارسيل كولر خلال الساعات المقبلة. وعلى سياق آخر يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره النادي العين في إطار منافسة بطولة الانتر كونتيننتال، وستنطلق مواجهة الأهلي ضد العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.